السلام عليكم متابعين مطبخ فؤاد وتوتا، يا رب دايما تكونوا بخير. رجعنا لكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من مطبخ فؤاد وتوتا، يا رب تعجبكم. طبعا قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي وتحطوا اللايك اللي بيرفع الفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناة لو اول مرة تشوفونا، وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وان شاء الله الفيديو بتاعنا سريع وبسيط وهيعجبكم. ويلا بينا نشوف هنعمل طريقة عمل الكبدة البانيه ازاي. اول حاجة معايا زي ما احنا شايفين كده نص كيلو كبدة متقطعة بانيه. انا شارياها كده، قلت له انا عايزاها بانيه فقطعها لي شرايح رفيعة زي ما انتوا شايفين كده. معايا البهارات بتاعتي ملح وكمون وفلفل اسود وليمونتين. طبعا هي مش هتحتاج بهارات كتير. دلوقتي هبتدي اعمل ليمون، اعصر الليمونتين معايا. طبعا التتبيلة بنتبل الكبدة قبلها بحوالي نص ساعة ولا ساعة علشان تشرب كويس من التتبيلة. هحط معايا نص معلقة صغيرة من الثوم، بتديها طعم ونكهة حلوة جدا هتعجبكم برضو. ومعايا هنا معلقة صغيرة من بهارات الكبدة، تتبيلة الكبدة، جايباها من العطار برضو حلوة قوي. هنقلب كل ده مع بعضه. هحط معلقة كبيرة من الزيت. بعد كده هنزل بقى بالشرايح بتاعتي واقلبها كويس جدا في التتبيله واسيبها حوالي نص ساعه او ساعه في التلاجة. اغطيها طبعا بالاسترتش او كيس يكون نظيف. وبعد كده هدخلها التلاجة ونشوف هنعمل فيها ايه. طبعا بعد ما عدى ساعه جبت البقسماط اللي معايا وبهرتها بفلفل اسود وكمون وملح وشطه. ومعايا هنا بيضتين حطيت عليهم شوية فلفل اسود طبعا علشان الزفارة. وبعد كده هنبتدي بقى نجيب الشرايح الكبدة اللي معايا واحطها في الدقيق زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده احطها في البيض. وبعد كده بقى ايه اغطيها بطبقة البقسماط. انا طبعا البقسماط بيبقى متبهر بس انا بحب ازود ال- البهار بتاعه شوية علشان يديكي طعم كويس. وهبتدي طبعا اضغط بايدي كده علشان ايه طبقة البقسماط تلزق معايا على الكبدة. عايزة اقول لكم ان هي وصفة سهلة جدا وبسيطة، بس الكبدة بصراحة طعمها بيبقى تحفة بالطريقة دي. وبرضو تغيير، احنا زي ما احنا قلنا لازم نغير دايما في الاكل علشان ما نزهقش منه. زي ما احنا شايفين كده هبتدي برضو اضغط كده عليها. بعد ما خلصت الكمية اللي معايا حطيت طبعا كمية كبيرة من الزيت في الطاسة وسبتها تسخن قوي. لازم يكون سخن جدا علشان الطبقة اللي فوق دي ما تفكش منك في الزيت البارد، ويكون على درجة حرارة عالية. احنا زي ما احنا عارفين الكبدة ما بتاخدش وقت في التسوية، فعلى درجة حرارة عالية في الاول كده. وبعد كده اهدي النار على درجة حرارة متوسطة، وما حاولش اقلب فيها غير لما يكون خدت اللون الذهبي معايا في الوش الاولاني. بعد كده ابتدي اقلب الكبدة. عايزه اقول لكم ان هي وصفه سهله جدا زي ما احنا شايفين وما بتاخدش منك اي وقت ولا مجهود خالص. طبعا زي ما انتوا شايفين كده اول ما خدت معايا اللون الذهبي خلاص هقلبها على الوش التاني. ما بتاخدش معاكي اكتر من 3 4 دقايق على النار، وان شاء الله هتعجبكم. واللي وصل معايا في الفيديو لحد دلوقتي يا ريت ما ينساش اللايك والاشتراك في القناه لو اول مره تشوفونا. ويا رب دايما نكون عند حسن ظنكم. وبشكر كل المشتركين اللي معايا والمشتركين الجداد اللي معايا برضو انا بشكرهم جدا على التعليقات الجميلة بتاعتهم. وربنا يوفقنا جميعا يا رب. طبعا هبتدي بقى اطلعها من الزيت زي ما احنا شايفين على منديل علشان يشرب منك الزيت، يمتص الزيت اللي فيها، ما يكونش فيها اي برضو ايه زيوت او حاجة. وهبتدي طبعا اكمل الكمية اللي معايا. لو انت حابة طبعا تفرزيها في التلاجة بنفس الطريقة كده مش مشكلة، بتتبليها برضو بتحطيها في الفريزر وبتفضل معاكي زي ما براحتك خالص زي ما انت عايزة. طبعا بعد ما عملت الكمية اللي معايا طلعتها كلها وزي ما احنا شايفين كده. عايزة اقول لكم كانت مقرمشة جدا وجميلة وما خدتش مننا اي وقت. وطبعا عملت معاها بقى ايه طبق المكرونة الجميل ده. وصفة حلوة جدا ومغذية وهتعجبكم.
بتمنى الفيديو بتاعنا طبعا يكون عجبكم، لايك واشتراك في القناة لو اول مرة تشوفونا، وان شاء الله اشوفكم على خير. مع السلامة.